بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل تحرير شعب سوريا وحماية حرية المواطن السوري والمحافظة على كرامته ومعتقده، وذلك بالتطلع لبناء دولته القادمة التي تعتمد بشكل أساسي على نظام المؤسسات والعمل الجماعي بمبادئ سامية وخطوات مدروسة وسلوك ثوري روحه الديمقراطية العادلة، حيث قامت الثورة السورية المباركة في 15 آذار 2011 بشكل عفوي معلنة شعارا خلاقا يتطلع له كافة أطياف المجتمع السوري، ألا وهو الحرية والكرامة وحق المواطنة وحماية الأديان والمعتقدات واحترام حقوق الإنسان أينما وجد، وضمن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وذلك بتقديم قيادة سياسية وعسكرية موحدة لإدارة هذا التجمع ولتحقيق أهداف شعبنا في إسقاط النظام الفاسد وعدم إقصاء الآخر أو تهميش لأحد، وإعطاء كل شخص حقه، ونظرا للظروف الدولية وموقفها من الثورة السورية والأجندات غير المشروعة والمطروحة بين يدي الثوار والثورة، لقاء بعض الدعم المادي المستهلك ولو على حساب الدم السوري. لذلك كانت مفرزات سيئة للثورة والثوار حتى وصلت إلى الكراهية بين الفصائل والاقتتال والإقصاء من قبل فصائل أخرى. لذلك أنشئت بعض الجبهات والتكتلات بغية حماية نفسها ومحاربة بعضهم بعضا، ومتناسين أن عدوهم واحد وهو نظام بشار الأسد، وإعطائه صك تقدم على حساب فرقتهم وتناحرهم. لذلك وجب علينا أن نكون بموقع المسؤولية الثورية، وأن يكون لنا موقف في بناء مؤسستنا التي خرجنا من أجلها، وعاهدنا الله أن نكون جندا أوفياء وخدما لهذه الثورة. ومن أجل هذا ندعو كافة الفصائل لرص الصفوف والتنسيق فيما بينها وتوحيد الجهود لخوض المعركة الحاسمة الصادقة التي تطيح بالنظام الفاسد، ونحن صف واحد لتحرير الشعب السوري من براسن الطاغية الفاسد ومرتزقته. وفي هذه المناسبة نطالب الائتلاف الوطني بتحمل مسؤولياته أمام الشعب السوري ودول العالم التي اعتبرته ممثلا عنه والمظلة السياسية لتحقيق مطالب وأهداف الثورة في القضاء على الظلم والاستبداد لنيل الحرية وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من أجرم بحق هذا الشعب وصولا إلى سوريا الكرامة بدون الأسد وزمرته، والعمل على الوحدة والتعاون والإخلاص واحترام الوعود والمواثيق. ومن حقنا الدفاع عن النفس بكل ما أوتينا من قوة حسب ما ضمنته الأديان الإلهية والقوانين الدولية. قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وطالبنا أيضا بالصدق فقال تعالى: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وحثنا على الوحدة والتمسك بها بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وبناء على ما تقدم فنحن العميد الركن مناع محمد رحال نعلن عن إعادة هيكلة الجيش السوري الحر وصياغته بشكل مؤسساتي على نحو ما تقدم، ودعوة الفصائل المتواجدة على كامل التراب السوري على أن تكون مجتمعة على كلمة سواء، وعلى هذه المؤسسة العظيمة الجيش السوري الحر العمل يدا واحدة لإسقاط النظام الفاسد والطاغية المتعجرف، والعمل لترسيخ الأمن والأمان لهذا الشعب البطل الصامد لبناء الدولة القادمة على أسس ومبادئ سامية وتتقدم عليها، ويكون شعبها متعاونا ومتحابا ومتراصا مع بعضه ومع كافة شعوب العالم. وهذا الجيش السوري الحر القادم المكلف بحماية وأمن مؤسسات الدولة كاملة ومواطنيها، متمثلا بالوحدات التي نذكر منها ككتل كبيرة وتمثل كافة المحافظات من درعا إلى القامشلي
ومن البحر إلى البادية، وهم الفرقة السابعة بألويتها جميعا، وقائد الفرقة الأخ يوسف الحسن، والقائد السياسي الدكتور محمد رشيد. تجمع جبل شاشب الشرقي القائد الثوري الحاج إبراهيم الناصيف. الفرقة 45 وألويتها متمثلة بالعقيد محمد طلال نجم قائد الفرقة. الفرقة 77 قائد الفرقة العقيد زياد حج عبيد، والقائد السياسي باسم شعبان، ورئيس أركان الفرقة الأخ مصطفى العبد الله قائد ألوية صقور الإسلام. تجمع سوار القامشلي، وهم اللواء 114 لواء العقاب لواء برق النصر، متمثلة بالقادة فواز الحميدي وعدنان الحسن وطلال الفكري. الفرقة 14 بكامل ألويتها وكتائبها في المنطقة الشرقية بقيادة العقيد فايز الأسمر. تجمع المنطقة الجنوبية لدمشق وريفها ممثلا بلواء السيف الشامي لواء الفيحاء لواء الشباب الصادقين لواء شهداء دمشق، متمثلا بالأخ الملازم أول سهيل طلاس وعمار الشامي والقعقاع العتيبي، والممثل السياسي الدكتور ياسر الشامي. اللواء 111 زائد لواء أحرار الحسكي القائد العسكري المقدم مصطفى إبراهيم، والقائد السياسي مصطفى دياب. لواء أحرار رقة القائد الثوري والسياسي الأخ عيسى أبو عيسى. تجمع الضباط الأحرار على المساحة السورية في الداخل، ويقود ويمثل هذا التجمع العميد محمود أيوب، ويمثله النقيب وائل الخطيب. تجمع القصاص بكتائبه المنتشرة بقيادة الأخ علي بكران. لواء المجاهدين القائد الثوري الأخ حاتم الأقرع. فرقة المغاوير القائد العسكري العقيد فهد السمارة بدمشق. لواء فجر الإسلام العقيد خالد حمادة الغوطة الغربية. لواء المهند الملازم أول محمد الحسين القائد السياسي الشيخ عيد الحسين. لواء سوريا العقيد أحمد خليل. لواء أنصار الخلافة القائد العسكري الرائد زاهر أيوب. اللواء 99 العميد أسعد ناصيف. تجمع اتحاد القبائل العربية في المنطقة الوسطى ممثلا بالقائد العسكري العقيد عماد الدين أحمد، والقائد السياسي الأمير جمال الشايش. لواء الأحرار ويمثله النقيب كفاح سليمان، والقائد السياسي عدنان جاسم. لواء سهام الحق ويمثله القائد العسكري محمد غريب، والمسؤول السياسي مازن قسوم. لواء درع الجبل القائد العسكري خالد حسون العلي، والمسؤول السياسي محمد فارس العلي. لواء مشعل تمو يمثله القائد العسكري أسامة الهدالي، والمسؤول السياسي حمود الشيخ. جبهة الوفاء ولواء الفردوس ويمثلها قائد عسكري الملازم أول خالد شتيوي. لواء أحرار المعرة ويمثله أحمد غازي الشلح. لواء نور الإسلام ويمثل القائد العسكري النقيب عبد السلام عبد الرزاق، والمسؤول السياسي محمود عبد الرزاق. لواء درع الشمال ويمثله القائد العسكري حسن ليلى. لواء درع الإسلام ويمثله العقيد أحمد سليمان، والمسؤول السياسي محمد الحسين. لواء الشام ريف حماه ويمثله القائد العسكري الرائد أسامة جاسم. لواء المهام الخاصة بإدلب القائد العسكري المقدم فايز الحسين. ويوجد هناك عدة ألوية وكتائب قيد التسجيل، والباب مفتوح أمام الجميع لنكون يدا واحدة ونواة لتشكيل جيش موحد وقيادة واحدة سياسية وعسكرية، وهدفنا هدف وطني بامتياز هو إسقاط النظام وبناء الوطن. الأخوة السوار في الجبهة الإسلامية، جبهة سوار سوريا والفصائل الأخرى وكافة العناصر الثورية على كامل المساحة السورية، يجب أن تكونوا عنوانا بارزا في التضحية والإيثار والمصداقية حتى نكون يدا واحدة لنحقق الهدف والغاية التي نصبو إليها، ونطالب القيادة السياسية المتمثلة بالائتلاف الوطني أن تكون المسؤولية المنوطة بها لاتخاذ القرارات الشجاعة والحكيمة، وتضع مصلحة الثورة السورية فوق كل اعتبار. فإن كان مؤتمر جنيف 2 يخدم الثورة السورية والشعب السوري من خلال وعود صادقة ومن وجهة نظر سياسية مقنعة، فنحن نؤيدكم ونبارك خطاكم، وإلى مزيد من التقدم في تحرير هذا الشعب العظيم والإخلاص له. وإن كانت رؤيتكم والوعود المقدمة لكم لا تخدم المصلحة الثورية والشعب السوري، فإننا نطالبكم أن تقاطعوا هذا المؤتمر، لأننا في ثورة على الظلم وعدم المصداقية.
فتكونوا قادة حقيقيين، لأنكم تنطلقون من مصلحة الوطن والشعب، مقدمين ذلك على الرغبات والتمنيات. عشتم وعاشت سوريا حرة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.